رائع، اهلا وسهلا. لكن في الاخير ما قدرت تحصل على النقاط. واضح ان الرائد تحسن كثير عن بدايه الموسم، وكانت يعني التعادل او التعادل انكم ترجعوا في النتيجه كان قريب منكم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. مبارك لشقائنا في النادي الاهلي، هارد لك لنا لجميع اللاعبين، للاداره، للجمهور اللي ما قصر اليوم اللي حضروا، يعطيهم العافيه. اول شيء يعني الشوط الاول ماسكين رتم اللعب، يعني ممتلكين الكره بنسبه تقريبا 70 من 60 ل 70%. بس الاهلي سجل جول، استفاد من غلطه من عندنا في العمق الدفاعي وسجل هدف. حاولنا الشوط الثاني، الفريق ما قصر الشوط الثاني، قدم جول كان صعبه، صعب هو، بس ان شاء الله نرده في المستقبل. بس اجتهدت ما قدرت، بس لاعب كبير يعني زي فيكتور يستاهل تحيه على الجول، حطها باناقه زي ما يقولوا، صعبه حاول، بس ان شاء الله في القادم اتحسن واطلع احسن منها ان شاء الله. فريق الشوط الثاني حصلت لنا فرصتين زي ما شفت، كره ديبه يعني لو تنعاد 100 مره ما فيها من تضيع، لان الزاويه كانت مفتوحه، بس ما توفق فيها، ما توفقنا. يعني قدمنا اليوم راضين عن نفسنا، ان شاء الله بنعالج الاخطاء نتلافاها ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. ذكرت انه فيكتور لاعب كبير وانت اكيد مشروع حارس كبير. احمد عمار السويح نقل الفريق نقله كبيره، تتفق؟ اكيد انا اتفق وياك، واعيد واكرر يعني ان الكابتن جاء في الشله كنا محتاجين، اللي هي النفسيه، رفع من نفسيات ومعنويات الفريق، وهذا الشيء اللي تغير فينا، ان من اول شيء النفسيات بعدين في المعدل اللياقي، هذا الشيئين ركز عليهم وتغير الفريق الحين من احسن لاحسن ان شاء الله. عندنا خلاص نستدي المباراه، عندنا مباراه قادمه ان شاء الله. عندكم مباراه قادمه، حنتكلم في المكزون بس سريعا، الوقت خلص يعني حيخلص. تعرضت للليزر في المباراه، هل ضايقك او اكيد يعني هذا الشيء بعيد عن جمهور الاهلي، جمهور كبير يعني ما راح اتكلم عليه ولا اتكلم عن النادي الاهلي، نادي كبير، بس ده الشيء اللي صار يعني شيء مو حلو خاصه في ملاعبنا، اتمنى انه يتكرر. الجمهور اليوم كان روعه اتوقع. اكيد جمهور الاهلي ما يحتاج، معروف بروعته في كل الملاعب. يعطيك العافيه، الوقت خلص علينا، ونروح لعبدو حكمي مع رياض المزهر. عبدو او عفوا ما ادري، رياض المايك معك. والله رياض مع عبدو. شكرا عمار. انا وعبدو ما حنختلف، نروح نتكلم عن المباراه. 90 دقيقه كان الرائد فيها ند قوي للنادي الاهلي، واستطاع الوصول الى الشباك النادي الاهلي. صعب الوصول، كانت الكور توصل لمنطقه ال 18 لكن ما كان في انهاء للهجمات. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، قدمنا مباراه كبيره على ارض النادي الاهلي. طبعا فريق الاهلي فريق كبير، احترمناه بين جمهوره وعلى ارضه، وزي ما انت شايف من فرصه واحده سجلوا، احنا جاتنا كذا فرصه ضيعنا، ونقول لهم الف مبروك وهارد لله ان شاء الله. ليش ما قدرتوا تسجلوا؟ يعني هذا توفيق من الله، زي ما انت شايف يعني كورتين يعني من بعد حق الديبه هذه نقول قفل اليوم يعني. لا بالعكس، توفيق من الله قبل كل شيء، توفقوا هم في كوره واحده، مع انه ما الله راد لنا، لكن نقول الحمد لله يعني ان فريقنا بدا يرجع تعود على الفوز. صح ان خسرنا 3 نقاط مهمه اليوم، لكن ان شاء الله نعوض في المباراه الجايه ان شاء الله. اكيد انك استمتعت اليوم في اجواء الجماهيريه هذه. اكيد يعني ملعب جده دائما سواء من النادي الاهلي او نادي الاتحاد فريقين كبيرين، وصراحه دائما نستمتع في الملعب جده. حلو اللون عليه. يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. شكرا للكابتن احمد مناور. هارد لك النتيجه. لا الرائد قدم مستوى ووصل وكذا هجمه وكذا انفراد، لكن ما كانت مكتوبه لكم اليوم. ايش المشكله الفنيه او قراءتك انت للمعاناتكم اليوم داخل المرمى؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هاردك النادي الرائد، مبروك النادي الاهلي. هذه حل الكوره، تجيك فرصه فرصتين 3 ما تسجل، لابد يجيب مرماك جول، ونقول لهم مبروك النادي الاهلي. احنا قدمنا مستوى اليوم، ما حلفنا الحظ، جتنا كذا فرصه ما توفقنا اليوم. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله نركز زياده ان شاء الله، ونفكر ان شاء الله نسجل بدري، ونفكر اي فرصه تجينا نخلص فيها عشان نرتاح داخل الملعب. ابتعادك عن الكابتنيه جعلك تقدم افضل او ابعدك عن الضغوط احمد مناور؟ والله بالنسبه للكابتنيه هي ضغط صراحه ومسؤوليه، وتكون في الواجهه على طول صراحه، وانا الحين الحمد لله مرتاح ومبسوط بوجود اداره الشيخ فهد المطوع واعضاء الاداره. صراحه هيئوا لنا الجو المناسب ومرتاحين، وعندنا جمهورنا عاد وبدا يعود، وان شاء الله نعدهم في المباريات القادمه ان شاء الله نقدم على مستوياتنا. احنا قدمنا مستوى اليوم، وان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله ديربي المباراه القادمه، ديربي ان شاء الله، مباراه الديربي، وبعدها ان شاء الله عندنا مباريات على ارضنا يعني النصر والفتح، جميعها صراحه هي مهمه لنا. احنا عندنا تقريبا 8 نقاط، نفكر ان شاء الله متوسط الترتيب ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله، ونعد جماهيرنا في المستوى والنتيجه باذن الله ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق، عهدناك لاعب مميز داخل الميدان، وما دام الكابتنيه بتبعد عنك الشحن والضغط
احنا نبغاك مميز دائما زي كذا. شاكر لك يا طويل العمر، فمان الله. شكرا كابتن احمد مناور. متابعينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم ايضا في ضيافتنا هذه المره رئيس نادي الرايد الاستاذ فهد المطوع، نرحب فيك على السعوديه الرياضيه. وابو بندر وبندر اليوم ما شاء الله يطلع معنا في الكادر، الله يحفظ لك اياه. نقول لك هارد لك على النتيجه، اليوم مو مكتوبه لكم. الرايد قدم مستوى فني جميل داخل الملعب، انفرادات، هجمات كانت محققه، ولكن الله ما راد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قضاء الله وقدره، طبعا ما نقدر نقول شيء. الحمد لله يعني الفريق طلع في صورة جيدة، الجميع يعني شاهد المستوى الفني اللي كان عليه الرايد. يعني الشوط الأول يعني أعتقد كان رائدي 100%. يعني الشوط الثاني صراحة يعني لعب الأهلي شيء، لكن هذه الكرة يعني إذا ما سجلت وسجل عليك هذه صعبة شوية. لقاء قادم مهم بالنسبة لكم، النتيجة هذه اليوم تأثر عليكم في الديربي؟ ما راح تأثر علينا، يعني اللقاء القادم هو مباراة ديربي، يعني ما راح تتأثر في أي شيء. أتمنى إن شاء الله أنه يكون ديربي القصيم إن شاء الله السنة هذه يكون أفضل من ديربي الرياض وديربي الغربية. بإذن الواحد أحد إن شاء الله أننا نعكس الصورة الجيدة عن المنطقة وعن الفريقين الرايد والتعاون، فريقين يعني جديرين أنهم يكونون في الممتاز، وإن شاء الله أنها تعكس يعني المستوى الفني اللي يتمتع فيه الفريقين إن شاء الله. أنت اللي تطرقت للديربيات فلا تأخذني على سؤالي. ديربي الرياض، ديربي جدة، والآن ديربي القصيم، من أفضل الآن، ديربي الغربية ولا ديربي الوسطى خلال اللقاءين الأخير اللي أنت شفته؟ والله أنا صراحة يعني ما أقدر أقول لك كلها. يعني شوف الديربي بصراحة يعني صعبة جدا إنك تحكم على مستوى الفريق في الديربي لأن المباراة حساسة. طبعا ديربي الرياض الهلال والنصر فريقين كبار، الاتحاد والأهلي فريقين كبار، الرايد والتعاون فريقين كبار، ما تقدر يحكم عليها أشياء ثانية. لكن صراحة يعني أنت تلعب وتتعب، وإحنا طلبنا حكام أجانب في مباراة التعاون، وأعتقد الجميع شاف اليوم المباراة، وأعتقد أننا ما راح نلام إذا أننا يعني طلبنا حكام أجانب. يعني بصراحة يعني جهد الفريق وتتعب وتشتغل، والفريق جالس يقدم يعني أقلها ضربتين جزاء، يعني أقلها واحدة تحسب لنا. يعني الضربة الجزاء الثانية في الشوط الثاني ضربة جزاء واضحة وكرت أحمر، مو كمان ضربة جزاء وكرت أحمر، والحكم قدامه زاويته مفتوحة. بعد هذه الحركة إبراهيم مدخلي ياخذ كرت. ليش إبراهيم مدخلي؟ أنا متأكد تمام التأكيد أن الكابتن عمر المهنا يناشد الحكام، يا حكام إحنا ما إحنا عسكريين، خلوا اللاعبين يعني يعبروا عن مشاعرهم. اللاعب جالس يصيح الحالة، خله يا أخي، خله يفرغ اللي في قلبه، خله يفرغ يا أخي، هو شاف الظلم قدامه، خله يفرغ، خله يتكلم. ما سب أحد، ما ضرب أحد، ما شيء، تروح تعطيه كرت كذا مجاني، ما هي حقنا. يعني اللاعب عنده كرتين، أخذ كرت الآن يتوقف على المباراة القادمة، ناهيك. يعني أنا ما أعتقد يعني النادي الأهلي محتاج إلى أحد يساعده، ما هو محتاج يعني، لكن مشكلة يعني صعبة جدا انك تلعب وتتعب وتخسر وتسوي صافرة حكم، يعني تضيع علينا 3 نقاط. يعني الرائد اليوم اقل حاجة كان يطلع بالتعادل، ناهيك عن الكرة اللي ضربت القائم والكرة اللي ضربت العارضة. يعني ما هو مكتوب زي ما تفضلت انت، وش احنا نؤمن بالقضاء والقدر ولا هو مكتوب، لكن لما انك يعني تكون بمساعدة طرف اخر شوي، يعني انا احس انها شوي صعبة والله. نقول لك هاردك ابو بندر، وناخذ راي بندر في اول ظهور اعلامي ما شاء الله، الله يحفظه، ونقول اذكر الله. هارد لك على النتيجة، تتوقع مباراة الرايد والتعاون من يكسب؟ مو عشان ابوك يعني. الرايد. مو عشان ابوك. لا مو عشان ابوي، بس الرايد. شكرا لك لتواجدك، وان شاء الله نلتقي فيك مرة اخرى. ان شاء الله. الله يحفظك يا شاء. شكرا استاذ فهد المطوع رئيس نادي الرايد. في جانب اخر محترف عاد الى الاراضي السعودية مع عمار بحكيم، تفضل عمار. يعطيك العافية رياض، وناجي مجرشي مصورنا. ناجي الحمد لله على السلامة، كان نفسي ازورك حتى في كوريا. ناجي عمار السويح واضحه بصمته، مباراه جدا شهاده يمكن خير دليل شهاده الامير فهد بن خالد انه يمكن الرائد كان يستاهل النقطه. والله الحمد لله. اول شيء يعني الكابتن عمار يعني جاء في فتره صحيح انها صعبه عليه كثير، خصوصا الفريق جاء عايد منه هزايم وثقه في النفس شوي بعيده علينا. الفتره اللي قضاها معنا الحقيقه عدلت فيها اشياء كثيره يعني، ولسه كمان يعني في فرصه برضه انه يعني يقدم اكثر، لانه الفريق برضه يعني يحتاج الى انسجام اكثر، لان تعرف كل يوم يدخل لاعب، كل يوم يطلع لاعب، يعني في فرصه انه ان شاء الله يكون الرايد احسن من الشيء اللي قاعد يصير في الفتره الحاليه. مباراه قادمه تلعب الديربي، اكيد ديربي التعاون والرايد، انت ما شاركت فيه قبل كذا، بس اكيد تسمع عن الحساسيه اللي فيه. والله من الاسبوع اللي راح يعني هم يتكلموا عن مباراه الديربي، حتى يمكن الجماهير غض النظر عن مباراه الاهلي اليوم، يمكن الحساسيه الكبيره اللي بين التعاون والرايد، لكن احنا كلاعيبه ما همنا هالشيء، احنا همنا الاول
انه نحصد 3 نقاط، لانه ترتيبنا في الدوري يعني شويه تحت كثير. نتمنى ان شاء الله ان المباراه الجايه تكون افضل من المباراه هذه، ونقدم ان شاء الله 3 نقاط هديه لجمهورنا، وان شاء الله انه نادي الرائد يعود ابتداء من المباراه الجايه ان شاء الله. ناجي، خلينا نبعد شويه ونتكلم عن رحلتك الاحترافيه ال6 شهور. كانت يمكن كوريا شويه بعيد، حتى المعلومه صعب ان نحصل عليها. الامور ابرز الاشياء استفدت منها ناجي، وليش ناجي مثلا ما كمل، وكيف الصعوبه التاقلم كان؟ استفدت كثير الحمد لله. يعني كوريا، يعني تعرف كوريا الان يعني يعتبر ثاني اقوى دوري في كاماتشو، ثاني اقوى دوري يعني في اسيا. اعتقد انه والشيء هلا حبيبي الله يعطيك العافيه. والشيء اللي شفناه يعني في كوريا، يعني انا بصراحه اتكلم شفت شيء عمري انا ما شفته، يعني المنشآت وكيف طريقه يعني متخذين النظام الانجليزي، يعني نفس الدوري الانجليزي بس في كوريا. هذا شيء ساعد بشكل كبير يعني. والشيء اللي ضايقني كثير انه الاكل بصراحه، واللغه هذه ضايقت بشكل كبير، لانه يعني في الملعب انت هم ما يتكلموا اي لغه انجليزيه، وهذا شيء يضايق لانه انت ما تفهم اي شيء تبغاه يعني في الملعب تتصرف فيه ما تقدر، فهذا شيء ضايقني. اما بالنسبه لعودتي، انا تكلمت مع اداره الشباب قبل ما ارجع، كان فتره الانتقالات في كوريا قربت تقفل، انا تكلمت مع اداره انه قبلها بشهر انه اذا كان ما في رغبه امكانيه السنه الجايه اني يعني اتفاهم مع نادي اللي انا حالي فيه على اساس انه اكمل معاه او امشي من مكان لمكان. كان في فرصه الصين، كان في نادي في الصين ينتظر رد بعد ما شاف، يعني كان في مندوب لهم في كوريا وكذا، لكن ما حصل هالشيء بعد ما قفلت الفتره. حتى كان معي لاعب سونغ، لاعب الشباب السابق، انتقل للصين قبلي لانه عطى الاذن من النادي انه يمشي، فتقفلت علينا الفتره وجينا لنادي الشباب. للاسف انه كان في رغبه، لا كانت بالبدايه اول ما وصلت يعني في رمضان تكلمت معاهم قبل، انه تفاجات انه المدرب ما كان عنده خبر انه في لاعب في كوريا. هذا الشيء الثاني اللي زعلني الحقيقه، يعني المفروض انه يعني مدرب، حتى المدرب زعل كثير، لانه شلون عندي لاعب في كوريا انا ما ادري عنه اساسا، وباقي له سنه مع الموسم، باقي له سنه كامله مع نادي الشباب. فاضطريت انه بالتفاهم مع المدرب والاداره انه اتخلى عن سنه كامله مقابل انه يمشي. كان ما في الا تقريبا 3 ايام و4 ايام وتقفل فتره في السعوديه، فجاء نادي الرايد وانا اتشرف الحقيقه، والحمد لله راح نكمل مع الموسم كله. يعطيك العافيه، وانت لاعب بصراحه تستاهل كل خير. يمكن الاصابات كثير زعلتك في مشوارك، بس تستاهل كل خير، وانت موهبه من ايام منتخب الشباب ناجي.